ازيكم. النهارده هنتكلم في ليه ما بيحصلش حمل. حالات كتير جدا من اللي عندها تأخر حمل ما بتبقاش فاهمة ايه سبب تأخر الحمل عندها، ايه الخطوات اللي هي المفترض تمشيها عشان نوصل للتشخيص الصح ويحصل حمل. حالات كتير بتبعت لي أسئلة: يا دكتور انا عملت خطوة كذا وكذا ومش فاهمة ايه المفترض اعمله بعد كده، او انا مش عارفة ابتدي منين اصلا، او انا مثلا عندي تبويض كويس ورغم كده ما بيحصلش حمل ابدا. كل الأسئلة دي لو عرفنا الترتيب الصحيح المفروض نمشي فيه، إيه الخطوات بالطريقة العلمية اللي المفترض نمشي بيها مع الدكتور، هتعرفي إجابة الأسئلة دي، مش هيبقى فيه لخبطة، هتبقي فاهمة خلصتي الخطوة دي إيه الخطوة اللي بعدها. بس قبل أي حاجة، قبل ما نتكلم في موضوعنا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات انتي واقفة في أنهي خطوة، أو أي أسئلة انتوا عايزينها. ويلا بينا نبتدي. احنا نقول الخطوات بالترتيب اللي هتمشي معاه عند الدكتور عشان تبقي عارفه كل خطوه ايه الخطوه اللي بعدها، وبطريقه منطقيه عشان انت تبقي فاهمه، يعني ما يقعش منك خطوات. طيب اول حاجه عشان يحصل حمل لازم يكون في جماع بانتظام لمده 12 شهر، وبعد كده نقول في تاخر حمل. يعني ممكن حاله تيجي تقول لي: يا دكتور انا عدى عليا سنه من ساعه ما اتجوزت. طب تمام، انت حاله تاخر حمل. زوجك موجود بانتظام؟ لا، انا زوجي مسافر اصلا وما نزلش غير شهرين. طب ما دي مش تأخر حمل، انت اصلا زوجك مش موجود، ما كانش فيه فرصة للحمل غير شهرين بس، المفترض يكون فيه فرصة للحمل 12 شهر. طب ليه بنستنى 12 شهر؟ لان بعد ما ندي فرصة للزوجين 12 شهر بنلاقي 80% من الحالات بيحصل معاها حمل تلقائي بدون اي تدخل وبدون اي تنشيط وبدون اي تحاليل، وتبقي وفرتي على نفسك المجهود. يعني مش حبا في ان احنا مش عايزين عيانين، يعني لا، احنا عايزين نشتغل اكيد، بس في نفس الوقت الموضوع ده ارهاق عليكم بدون لازمه. يبقى احنا بنستنى المده المظبوطه. طيب يا دكتور انا مش قادره، انا عارفه ان انا عندي مشكله. خلاص، انت عندك مشكله، مش لازم تستني ال 12 شهر. يعني انت عارفه ان انت بيحصل معاكي تبويض كل 3 4 اشهر، البيريود ما بيجيلكيش كل فترات طويله، انت اصلا متشخصه تكيسات، انت سنك كبير فوق ال 35 سنه او حتى فوق ال 30. يعني في حالات مش لازم نستنى السنه كامله، انما على الاقل ندي فرصه كويسه ان يكون في جماع وبانتظام ووقت التبويض. واحنا اتكلمنا في الفيديو بتاع التبويض، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت، ازاي تحسبي ايام التبويض بحيث نزود فرص الحمل. لا يا دكتور انا زوجي موجود بانتظام وبيحصل جماع بانتظام، انما برضو ما فيش حمل. ايه الخطوه اللي احنا لازم نعملها الاول؟ اول خطوه لازم تتعمل هي تحليل سائل منوي. لا يا دكتور انا جايه لدكتوره نيسا، مش عايزين نتجه خالص لاي حاجه تخص الراجل. للاسف اي تاخر حمل لازم اول حاجه تتعمل فيها تحليل سائل منوي. ولو انت مريضه بقالك مده طويله في موضوع تاخر الحمل، تبقي عارفه المعلومه دي كويس، ان اول حاجه لازم نستبعدها هي تحليل السائل المنوي. لان تحليل السائل المنوي ده الذكر او الراجل مفيش حاجه نقلق منها غير تحليل واحد بس. لو عملناه نطمن من ناحيته خلاص، ونركنه على جنب بقى، ونتفرغ للانثى اللي عندها كميه حاجات محتاجين نطمن عليها كبيره جدا. بدل ما تمشي انتي في سكتك، نمشي في سكه الست نطمن عليها على الرحم والتبويض والقنوات وفي الاخر يطلع اصلا مشكله عند الراجل، في حين ان احنا كان ممكن نتجنب كل ده لو ابتدينا بالطريقه الصح اللي هي تحليل السائل المنوي. طيب تحليل السائل المنوي ده لو في اي مشكله برضو، لحظ الرجاله يعني، ان هو بيتعالج بحاجات بسيطه جدا. هتلاقي دواء مثلا بياخده مده 3 اشهر الدنيا ظبطت، وحالات كتير جدا بتحمل على كده. طيب في ازواج بترفض ان هي تعمل تحليل السائل المنوي على اساس ان انا لسه عامله من سنتين، او انا معايا اطفال قبل كده، ازاي يبقى اكيد انا ما عنديش مشكله. لا، الحقيقه الفتره دي ممكن يكون جد فيها مشاكل، ممكن تكون اي حاجه اثرت على الخصوبه، سواء تعرضت للاشعاع، تعرضت للادويه، تعرضت لاي عامل ممكن ياثر في صحتك، في سمنه، في تدخين، في اي حاجه تاثر على تحليل السائل المنوي. فبالتالي لو عدى اكتر من سنه المفترض ان احنا نعيد تحليل السائل المنوي. ولو معاك اطفال قبل كده ده مش دليل ابدا عن التحليل كويس. وليه انا مصممه ان احنا نعمله؟ لان 50% من الحالات تاخر الحمل بيكون في من 40 ل 50% بيكون في عامل للزوج، سواء لوحده او عامل مصاحب، كمان في عامل مصاحب من الست، انما في نسبه كبيره جدا بيكون في مشكله، وما بنعالجها بنعلي نسب ان يحصل حمل جدا. طيب ايه المشكله اللي ممكن تكون في تحليل السائل المنوي؟ هي مشكله غالبا من اربعه: يا اما مشكله في السرعه، يا اما مشكله في الحركه، يا اما مشكله نسبه تشوهات عاليه، يا اما العدد، يعني في مشكله في العدد، عدد قليل. طيب
هل علاجهم صعب؟ الحقيقه لا، علاجهم سهل جدا، زي ما قلنا فيتامينات يا دوب هيمشي عليها 3 اشهر والموضوع هيتحسن جدا، الا لو في دوالي مثلا او حاجه زي دي طبعا بتحتاج علاج مع دكتور ذكوره. انما لو هو الموضوع مجرد يعني زي ما قلنا مشكله في الاربع حاجات دول، بيبقى العلاج بسيط جدا، وفي في اغلب الحالات بتستجيب للفيتامين البسيط اللي احنا بنكتبه ده، وبيحصل حمل في حالات كتيره جدا. الحمد لله اطمنا ان تحليل الزوج كويس. هنبتدي بقى في سكه الست اللي هي مليانه خطوات كتير، ان شاء الله تتحل معاكي من اول خطوه او تاني خطوه على طول، انما طبعا احنا في الفيديو نقول كل الخطوات لحد الحقن المجهري. طيب احنا دلوقتي عايزين نطمن اول حاجه عند الست، اول حاجه على التبويض، طبعا اهم حاجه. احنا اتكلمنا في فيديو بالتفصيل ازاي نعرف اذا كان عندك تبويض او لا، من اول العلامات لحد انت متابعه التبويض. النهارده هنتكلم باختصار عن الخطوات اللي انت تعمليها عند الدكتور، مش اللي انت وانت قاعده في البيت بقى تعرفي التبويض. هتعملي متابعه تبويض كذا زياره، من اول يوم في يعني اول كام يوم في الدوره، وبعد كده بنروح في اليوم العاشر ونحدد انت محتاجه كام زياره بعد كده. متابعه التبويض دي عشان نشوف انت بتوصلي لحجم بويضه كويس او لا. مفترض الحجم اللي احنا عايزين نوصل له من 18 ل 24، ده الحجم المثالي بالنسبه لنا واللي بيحصل مع حمل. طيب لقينا حجم البويضه بتاعك صغير، يعني المفترض ان انت وانت رايحه تبقي فاهمه المعلومات دي، ما تكونيش رايحه مش عارفه. يعني لان حالات كتير بتيجي تتابع معايا انا خدت تنشيط، طب والبويضه بتاعتك وصلت لكام؟ ما اعرفش. لا، انت المفروض تبقي فاهمه وتسالي الدكتور بتاعك انا التبويض عندي كويس او لا، حجم البويضه بتاعي بيوصل لكام، خدتي تنشيط تعرفي انت الشهر ده وصلت البويضه بتاعتك حجمها قد ايه، كام ملي، انت بيطلع عندك كام بويضه في الشهر. المعلومات دي كلها يعني لازم تبقي فاهماها كويس، مش تبقي قاعده مش فاهمه اي حاجه، بحيث لو قررتي في اي وقت ان انت تغيري الدكتور تبقي فاهمه معلومات وفاهمه حالتك كويس. طيب وسيله تانية ممكن نطمن بيها على التبويض ان احنا نعمل تحليل بروجستيرون قبل ميعاد الدوره بتاعتك باسبوع، قبل ميعاد يعني الدوره اللي انت متوقعه فيها الدوره بتاعتك تنزل، بنعمل تحليل بروجستيرون في يعني لو دورتك 28 يوم بنعمله في اليوم ال21، ده بيقول لنا هل حصل تبويض كويس الشهر ده او لا. احنا كده دي طريقتين اللي بنطمن بيهم تماما على التبويض بتاعك. طلع ان انت عندك الحمد لله تبويض كويس، او طلع في تبويض مش كويس وخدتي تنشيط والحمد لله وصلتي للحجم البويضه اللي احنا طالبينه، واللي احنا قلنا ان هو فوق 18 لحد 24. طب ليه مش فوق 24؟ لان فوق 24 ده بيبقى كيس خلاص ومش بينفجر، وغالبا مش بيطلع بويضات كويسه، يعني ما بنقدرش ان احنا نعتمد قوي على كيس، على حجم كيس اكتر من 24 اللي هو الكيس اللي بيطلع منه البويضه. طيب لا انا طلع معايا بويضات حجمها كويس جدا 20 مثلا ولمده كذا شهر، ورغم كده ما بيحصلش معايا حمل. ستات كتير جدا بتيأس في المرحله دي، تقول انا خلاص انا كده مش هينفع معايا موضوع الحمل خالص، انا بيحصل معايا تبويض ورغم كده ما بيحصلش حمل خالص. يعني موضوع التبويض ده هو اي نعم نسبه كبيره من تاخر الحمل بتعتمد على التبويض، يعني 50% لما تكون المشكلة عند الست بتكون في التبويض، و50% التانية عند مشاكل تانية عند الست. فطبعا التبويض دي حاجة مهمة، انما يبقى 50% كتلة كبيرة جدا من الاسباب لسه ما طمناش عليها. طب ايه هو انواع التنشيط؟ هنتكلم عنه سريعا. طبعا في البرشام، ده حاجه بسيطه لو انت بيحصل عندك تبويض انما ما بنوصلش للحجم المطلوب اللي هو 18 مللي زي ما قلنا، فبالتالي بناخد برشام من اليوم الثاني للدوره لمده 5 ايام. يعني بنعمل معاه متابعه تبويض، انما مش لازم ناخد، مش شرط يعني ان احنا ناخد حقنه تفجيريه، ممكن البويضه تطلع لوحدها واعراضه الجانبيه بسيطه ومفيش حاجه يعني صعبه. انما الحقن بناخدها في الحالات الشديده اللي فيها تبويض ضعيف جدا، بناخده في اليوم الخامس والسابع والتاسع، ولازم يكون تحت اشراف طبيب لان ليه اعراض جانبيه، ولازم الدكتور يكون متابعك كويس جدا، وبتروحي في زياراتك في المواعيد المطلوبه عشان خاطر نشوف اصلا هنحتاج الحقنه اللي بعدها او لا. وبنحتاج معاه حقنه لازم تاخدي اما بنوصل للحجم المطلوب ناخد الحقنه التفجيريه، و يعني زي ما قلنا ليه اعراض جانبيه، هو برضو بيزود نسبه التوائم. طيب المفترض هتمشي على علاج التنشيط او نطمن ان عندك تنشيط قد ايه، 3 ل 6 اشهر. هنظبط الجماع في وقت التبويض وناخد تنشيط كويس ونطمن ان البويضات بتوصل للحجم الطبيعي. لو ما حصلش حمل هنعمل ايه؟ هنعمل اشعه بالصبغه. ايه ده على طول كده؟ الاشعه بالصبغه دي حاجه بسيطه جدا، بتتعمل في مركز اشعه او عند دكاتره، في بعض دكاتره النساء بيعملوها، بتتعمل بتخدير او من غير تخدير زي ما تحبي. بتتعمل في اليوم الثامن من الدوره بحيث نطمن ان دورتك خلصت ما يكونش عليكي دم، ونطمن ان انت ما فيش حمل، يعني لسه ما وصلناش لميعاد التبويض، فاحنا كده بعيد عن اي حاجه، بتبقى غالبا يومين 3 بعد الدوره بتاعتك.
بتتعمل عشان نطمن على ايه؟ نطمن على ان الانابيب بتاعتك مفتوحه، ما بتمنعش وصول السائل المنوي للبويضه، وما بتمنعش ان النطفه اللي اتكونت ترجع لتجويف الرحم. طبعا الانابيب ان هي تكون مفتوحه دي حاجه مهمه جدا. وبرده بنطمن على الرحم بتاعك ان مفيش لحميات لا قدر الله، لان اللحميات من الحاجات المهمه جدا اللي بتمنع الحمل، واحيانا ما بتبانش قدامنا على السونار، يعني ما تكونش واضحه مثلا وتبان قوي في الاشعه بالصبغه. طبعا في خطوه مبدئيه ان انت اول ما هتروح للدكتور اكيد هيعمل لك سونار، هيطمن ان الرحم ما فيهوش اي مشكله، ان عندك بطانه رحم كويسه، ان الرحم بتاعك ما فيهوش اي عيوب خلقيه. دي حاجات يعني مبدئيه حتى قبل ما نعمل متابعه التبويض، نطمن ان انت التكوين العام بتاعك طبيعي ما فيهوش اي مشكله. الاشعه بالصبغه دي في حالات كتير جدا بتستثقلها، يعني مش عايزه ابدا توصل لمرحله الاشعه بالصبغه، وفي حالات كتير اول ما نوصل لمرحله الاشعه بالصبغه تروح تختفي سنه مثلا وترجع لي بعدها عايزه تبتدي من اول من متابعه التبويض تاني، في حين ان الاشعه بالصبغه دي مش بس بنشخص بيها، احيانا في حالات وكتير جدا اول ما تعمل الاشعه بالصبغه تاني شهر تحمل، وهتلاقوا حالات انتوا من حواليكوا حصل معاها القصه دي، لان احيانا الاشعه بالصبغه دي وهي داخله بتبقى في حاجات بسيطه كده سادة الانابيب، مخاط، كتله، حاجه بسيطه جدا، والاشعه بالصبغه بتسلك القنوات والعينه تحمل من تاني شهر او بعدها بشهور بسيطه جدا. فهي مش بس تشخيص، هي كمان علاج في حالات، وفي حالات بتحمل بعدها على طول. يعني الخطوه دي مهمه جدا ولازم نعملها في وقتها اول ما الدكتور يطلبها. عملت الاشعه بالصبغه وطلعت كويسه، مفيش اي انسداد في الانابيب، مفيش ارتشاح، مفيش التصاقات في الحوض، مفيش اي عيوب في الرحم. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هي ان احنا نعمل منظار للبطن وفي منظار رحمي كمان، حسب حالتك وحسب لو عندك اعراض او لا، لان في حالات عندها تاخر حمل، عندها الم شديد في الحوض، عندها احنا شاكين في التصاقات، شاكين في بطانه مهاجره، شاكين في حاجه جوه تجويف الرحم، هنحدد على اساسه هل الافضل ليها منظار بطن ولا منظار رحمي. دي بتكون عمليه، انما هي الصراحه مفيده عشان خاطر حالات كتير جدا بتلجأ على طول للحقن المجهري، في حين ان خطوه المنظار قبل الحقن المجهري دي بتكون مهمه جدا. لو في ارتشاح في القنوات بنقص القنوات، لان احيانا الصديد اللي جوه القنوات المرتشحه دي بيفشل الحمل، والعيانه تعمل اكتر من مره حقن مجهري ويفشل، لان هي اصلا ما كانتش عامله اصلا منظار بطن ودخلت على طول في الخطوه اللي هي الحقن المجهري بدون تجهيز للحوض. او عيانه عندها بطانه مهاجره مثلا، ما عملتش منظار للبطن وبالتالي الحمل بتاعها ما كملش. الحقيقه ان المنظار البطني والرحمي مش بس للتشخيص، هم كمان لو احنا اثناء ما بنعملهم لقينا مشكله بنحلها في وقتها، زي مثلا ان احنا نلاقي التصاقات في الحوض، ممكن نحاول ان احنا نسلك الالتصاقات دي. ممكن نلاقي زائده لحميه واحنا بنعمل المنظار الرحمي، ممكن نلاقي التصاقات جوه تجويف الرحم بين بطانه الرحم يعني، ممكن نلاقي التصاقات او ورم ليفي جوه تجويف الرحم ويتشال بالمنظار الرحمي. فهم مش بس للتشخيص، هم كمان للعلاج. احنا كده اتكلمنا في كل الخطوات اللي هتمري بيها مع الدكتور قبل ما الدكتور يقولك خلاص احنا محتاجين نعمل سواء تلقيح صناعي او حقن مجهري او ايا كان الخطوه المشكله اللي الدكتور لقاها في متابعتك، وشايف ان احنا الحل عندك هيكون سواء تلقيح صناعي او حقن مجهري. في الحاله دي لو ما عندكيش اي مشكله خالص في اللي احنا قلناه ده اسمه تاخر حمل غير معلوم السبب، يعني انت زي الفل وزوجك زي الفل وبرده ما بيحصلش حمل، وبالتالي الحل الامثل هيكون هو الحقن المجهري. انما لو في حاجة معينة قابلناها في الخطوات الكتير اللي احنا قلناها دي هنصلحها في ساعتها، وان شاء الله الحمل يحصل تلقائي، يحصل يعني بسهولة بعدها. اتمنى ان انتوا الموضوع يكون وضح لكم الصورة شوية، وفهمتوا البروتوكول اللي احنا بنمشي عليه او الخطوات بطريقة علمية بطريقة منظمة، تكونوا ظبطوا دماغ، يعني كل واحدة ظبطت دماغها وعارفة ايه الخطوة الجاية اللي هتعملها، ما تبقاش متلخبطة او مش فاهمة هي المفترض هتعمل ايه تاني، وايه الحل وهقعد استنى قد ايه. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا منه. مع السلامة.